احمد الظهر اذن، مش هتقوم تصلي؟ هقوم دلوقتي. احمد ايوه انت صليت؟ هقوم دلوقتي. هتقوم دلوقتي ايه بقى؟ العصر 10 دقايق. ويل للمصلين اللي ضيعت الصلاة عشان كورة. ويل للمصلين اللي ضيعت الصلاة علشان مسلسلات. ويل للمصلين من هم يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا بابا تيجي نقرأ قرآن سوا؟ شويه يا سلمى شويه. يا بابا اما اقول لك كده يا بابا تقولي شويه؟ هو انت ضامن عمرك؟ احمد ايوه انت اخرت الصلوات كلها، ما صليتش ولا صلاه في ميعادها. وكمان لما سلمى جت تقول لك اقرا معايا قران، انت ما رضيتش تقرا معاها. طب حتى يذكر ربنا. حاضر حاضر هذكر ربنا حاضر. الواحد دايما بيدعي ربنا كده لما يكون في حاجه في مشكله. يعني انت يعني يا احمد مستني لما يبقى في مشكله عشان تدعي ربنا وتصلي وتصوم؟ احمد انت بتعمل ايه؟ هصلي. انت لسه برضه ما صليتش الظهر؟ لا ده العصر. ما هو العصر لسه باقي عليه ساعه. ايه المشكله يعني؟ هصلي ركعتين سنه كده اول ما يأذن. احنا عشان في رمضان يعني. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. اللهم ارزقنا قلبا ثابتا لا يتغير بتغير الظروف، وقربا منك لا ينقطع بانتهاء رمضان، وطاعة تدوم حتى نلقاك، اللهم آمين. وفي النهاية أنا عاوز أقول إن إحنا المشكلة مش في إننا بندعي وقت الشدة بس، المشكلة إن إحنا بنستسهل وقت الراحة. يمكن إحنا مش بنتغير في رمضان، إحنا بس بنرجع لطبيعتنا اللي المفروض نفضل عليها. رمضان بيورينا شكلنا الصح، الشدة بتورينا احتياجاتنا الحقيقية، والأيام العادية هي الاختبار. لو كنا بنصلي في رمضان بخشوع يبقى نقدر نصلي كده طول السنة. لو بنمسك المصحف في وقت الضيق بس يبقى نقدر نمسكه وإحنا في نعمة. لو بتقول يا رب من قلبنا وإحنا خايفين يبقى ممكن نقولها بنفس الصدق ده وإحنا مطمئنين.